أهلا بكم. اليوم نقدم لكم اللحمة بالزبادي على الطريقة الشرقية، طعم جديد وصوص رهيب. معي اليوم كيلو من اللحم، وسنبدأ أول خطوة على الطريقة الشرقية الأصيلة. أضع اللحم في ملعقة من السمن البلدي الساخن، وأقلبه حتى يبدأ في أخذ لون ذهبي جميل. ثم أضيف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود و4 فصوص من الحبهان، ونقلب بهدوء حتى تمتزج النكهات. بعدها أنزل بفصين من الثوم المهروس وأقلب قليلاً حتى تظهر رائحته الزكية. الآن أضيف كوباً من الماء الساخن، وأترك اللحم يغلي قليلاً على نار متوسطة. في وعاء آخر أخلط 4 ملاعق كبار من الزبادي أو علبة واحدة تزن 170 جراماً مع ملعقة صغيرة من النشا، وأقلب حتى يذوب تماماً. ثم أضيف قليلاً من شوربة اللحم تدريجياً حتى لا يتخرز الزبادي عند إضافته. أطفئ النار للحظة، ثم أضع خليط الزبادي فوق اللحم، وبعدها أشعل النار مرة أخرى على نار هادئة. اتركيها حتى تتسبك وتكتسب قواماً كريمياً رائعاً، والصوص يصبح غنياً بالنكهة. قدميها مع الأرز والخضار السوتيه، وبالهنا والعافية.